هتكلم معاكم عن كل اللي تحب تعرفه عن جايزة ذا بيست، وهكون اول حد بيتكلم معاكم عن الموضوع ده، وهقول لكم الجايزة دي بتتحسب ازاي، وهقول لكم اسماء المرشحين ليها. بس ما تنسوش لو عجبكم المحتوى تعملوا لي لايك ومتابعة، واتمنى تدعموني علشان استمر وانشر ليكم كل جديد. ويلا بينا بقى اقول لكم القصة كلها والموضوع كله. اولا كده هقول لكم ميعاد حفل توزيع الجوائز دي اللي هيكون يوم الاثنين الموافق 27 فبراير، واللي هيكون في مقر الاتحاد الدولي في مدينة زيورخ في سويسرا. وطبعا الميعاد ده اتاخر جدا عن ميعاده، لان الميعاد الاصلي كان في اول يناير، لكن اتاجل الحفل ده واتغير ميعاده بسبب بطوله كاس العالم. وهبدا معاكم كده واقول لكم ازاي بتتوزع نسب التصويت ومين ليهم الاحقيه في التصويت ده. بتتوزع نسب التصويت لاربع فئات، واللي هتكون 25% للجماهير، و25% لقادة المنتخبات الدولية، و25% لمدربين المنتخبات الدولية، واخيرا 25% للصحفيين. وبالفعل اتفتح باب التصويت للجمهور على كل الجوائز علشان يختاروا المفضل ليهم من يوم 12 يناير ليوم 3 فبراير اللي فات. وبعد كده هقول لكم الفئات لجوائز ذا بيست، وهي جايزة افضل لاعب، وجايزة افضل لاعبة، وافضل مدرب، وافضل مدربة، وافضل حارس، وافضل حارسة، وكمان افضل جمهور، وجايزة اللاعب النضيف، وجايزة بوشكاش لافضل هدف، وتشكيلة في فيبرو. وهقول لكم في اخر الفيديو ايه هي التشكيلة دي وعبارة عن ايه. واولا القائمة النهائية للمرشحين لجائزة افضل لاعب في العالم لسنة 2022 من ذا بيست، ومن ما بين من 14 لاعب تم اختيار 3 لعيبة بس، وهم كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد ولاعب منتخب فرنسا، وليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان ومنتخب الارجنتين، وكيليان امبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا. وبعد كده هقول لكم عن قائمة افضل لاعيبة في 2022 من ذا بيست، وهم اللاعبة اليكسو مورجان لاعبة فريق سان دييجو ويف ومنتخب امريكا، واللاعبة اليكسيا بوتياسي لاعبة نادي برشلونة ومنتخب اسبانيا، واللاعبة بيس ميد لاعبة نادي الارسنال ومنتخب انجلترا. وبعد كده نروح لقائمة افضل مدرب، واللي كانت من نصيب بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، وليونيل ساكالوني مدرب منتخب الارجنتين، وكارلو انشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد. اما بقى عن جايزة افضل حارس، اللي عايز اقول انهم كلهم قدموا افضل اداء بجد، واللي هتكون منافسة قوية جدا ما بين الحارس ياسين بونو حارس منتخب المغرب وفريق اشبيلية، والحارس كورتوا حارس منتخب بلجيكا وفريق ريال مدريد، والحارس ايميليانو مارتينيز حارس منتخب الارجنتين وفريق استون فيلا، وهو الحارس حامل لقب كاس العالم، وهو من اسباب التتويج بكاس العالم اصلا الحارس ده. نروح بقى لجائزة بوشكاش لافضل هدف، واللي هيكون فيها اللاعب ريتشارلسون، والهدف اللي سجله في ماتش البرازيل وصربيا في كاس العالم. واللي بعده يجي اللاعب مارسن اوليكس في ماتش ما بين وورتا بوزنان ضد فريق ستال. واخيرا اللاعب ديمتري بايت اللي كان في ماتش ما بين فريق اولمبيك مارسيليا ضد نادي باوك. اما بقى عن جائزة افضل جمهور، فهي هتكون منافسة شرسة جدا ما بين الثلاثة اللي هقول لكم عليهم دلوقتي، لان بيختار الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هي الفيفا بيختاروا السعودي عبد الله السلمي انه يكون ضمن المنافسة دي بعد ما سافر من مدينة جدة في السعودية لدولة قطر على رجليه علشان يحضر كاس العالم في قطر، علشان يكون بيساند منتخب السعودية. وكمان بيختاروا جمهور منتخب الارجنتين اللي كانت باعداد ضخمة جدا لتشجيع منتخب بلادهم في قطر، واللي كان ليهم دور كبير في تتويج منتخب بلادهم باعظم بطولة في التاريخ. وكل ده بالاضافة للمشاهد اللي شفناها للجمهور وقت انتظارهم في بلادهم لمنتخب الارجنتين لما يرجع، وكانت اعداد ملهاش مثيل بصراحة. وبينضم معاهم جمهور منتخب اليابان اللي كلنا اتفرجنا عليه وشفناه كان بيعمل ايه في البطولة دي. منتخب اليابان الجمهور بتاعه كانوا بيعلمونا يعني ايه التزام وانتظام ويعني ايه نظافة، وانضم الجمهور ده للمنافسة دي بسبب اللافتات الرائعة جدا اللي عملوها في تنظيف الملعب وتنظيف المدرجات وغرف تغيير الملابس كمان. كل ده بعد كل مباراة ليهم سواء كسبوا او خسروا. ونيجي اخيرا بقى للي كلكم مستنيينه، وايه هي بقى فريق في فيبرو ده، وايه التشكيل ده. التشكيل ده بيتعلن عنه في نهاية حفل توزيع الجوائز في ذا بيست، وبتكون عبارة عن فريق الاحلام، وهو بيكون افضل فريق في العالم لسنة 2022 من خلال ذا بيست، لان من خلال ذا بيست بيتم اختيار افضل 11 لاعب وفقا طبعا لارقامهم واحصائياتهم، وبيكونوا منه فريق الاحلام. وبكده اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهارده، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي متابعه علشان يوصل لكم كل جديد. والاهم من ده كله بقى يا سيدي، انا محمد اشرف.